طول عمرنا بنسمع ان النادي الاهلي هو نادي الدوله، النادي الاهلي هو نادي الدوله، علشان كده النادي الاهلي بيكسب بطولات وعنده استقرار واعلى عقد رعايه، والنادي الاهلي هو نادي البطولات. اما نادي الزمالك، النادي اللي انا بشجعه، هو نادي مكسور الجناح، نادي مصدوم، الدوله بتيجي عليه لصالح النادي الاهلي. الكلام ده كله كذب، الكلام ده كله غير حقيقي بالمره، وانا زملكاوي اهو بقول لك الكلام ده، اقسم بالله الكلام ده ما صحيح. اقسم بالله اللي مضيع الزمالك هم اولاد الزمالك، اقسم بالله اللي مضيع الزمالك هم اللي ماسكين نادي الزمالك. والنادي الاهلي ناجح باداراته مش بالدوله، النادي الاهلي ناجح باولاده مش بالدوله. وهثبت لك دلوقتي كلامي عشان انا عارف دلوقتي ان ممكن واحد فيكم يقول طب ما انت ممكن تكون بتعمل كده وانت اهلاوي، او ممكن تكون انت متزملك، او ممكن تكون انت ليك مصلحه وحد مقبضك. احنا دلوقتي ايه؟ هنلعب وهنشكك في النوايا وهنشكك في الذمم وفي النفوس. بس انا جاي اقول لك انا بقالي 16 او 17 سنه بشجع نادي الزمالك، فنفسي ان النادي اللي بشجعه يبقى احسن من الغريم التقليدي ليا النادي الاهلي. بس سكاتي الفتره اللي فاتت واعتقادي بان النادي الاهلي ونادي الدوله ضيع حق نادي الزمالك في حاجات كتير جدا، وخلينا نسيب السبب الحقيقي ورا فشلنا ونمسك في شماعات تانية ملهاش اي سبب. وهديك دلوقتي دليل على كلامي، ولو ما اقتنعتش بكلامي فلك ما شئت، لكن انا دلوقتي هكلمك بالدليل. عمرك شفت رئيس النادي الاهلي طلع يغلط في لاعب جوه النادي الاهلي، او طلع ينتقد لاعب في النادي على الهوا، او طلع ينتقد المدير الفني انه ليه لعب فلان وليه ما لعبش فلان على الهوا، او طلع ينتقد او يغلط في رئيس نادي سابق في النادي الاهلي، او اي رئيس نادي، او رئيس لجنه حكام، او رئيس لجنه مسابقات؟ عمرك شفت ده بيحصل في النادي الاهلي؟ ما بيحصلش. النادي الاهلي السنه اللي فاتت لما اتظلم في التحكيم من وجهه نظرهم كان بيطلع بيانات، ان رئيس النادي او اللجنه المسؤوله عن الموضوع ايا كان الموضوع هو ايه بتطلع بيان باسم النادي الاهلي. وكنا احنا كجمهور الزمالك بنتريق النادي الاهلي بيانات. لكن احنا بقى في نادي الزمالك بقى تكسب رئيس النادي يطلع يتكلم. وللاسف قناه نادي الزمالك، يعني انا كنت شايف ان انا كمحمد او انا كزملكاوي شايف ان نفسي يبقى عندي قناه للنادي، لكن للاسف القناه دي ضرت النادي اكتر ما نفعت النادي. نكسب نطلع نتكلم، نخسر نطلع نتكلم، نتعادل نطلع نتكلم. اقول لك على حاجه بسيطه، سؤال عزيزي الزملكاوي، مين اللي خسرك اهم لاعب عندك في الفرقه السنه دي، الدوله ولا رئيس النادي؟ مين اللي خسرك فتوح السنه دي؟ يعني مين اللي خسرك احمد فتوح افضل باك شمال في مصر حاليا؟ مين اللي خسره لك؟ مين اللي خسرك فيريرا اللي جاب لك دوري وكاس السنه اللي فاتت وانت موقوف عن القيد؟ مين اللي خسره؟ مين اللي خسرك جروس؟ مين اللي خسرك باتشيكو؟ مين اللي خسرك؟ كام مدير فني جه ومشي بسبب رئيس النادي؟ كام لعيب اتدمر مستقبله بسبب رئيس النادي؟ كام رمز من رموز النادي اتغلط فيهم؟ كام؟ تقدر تعد وتقدر تقول لي كام قضيه نادي الزمالك دخل طرف فيها بسبب اداره نادي الزمالك؟ وفي النهايه الطرف ما بيخسرش، الزمالك اللي بيخسر. في النهايه اللي بيدفع الثمن كل ده واللي بيحاسب على المشاريب هو الزمالك وجمهوره. في النهايه نادي الزمالك بيخسر بسبب الادارات. تعال انا وانت دلوقتي نثبت كل عوامل النجاح لاي نادي ونمسك طرف واحد بس، او عامل واحد فقط، مش طرف، عامل واحد فقط، اللي هو عامل الاداره. والاداره شطاره ونجاح اي مؤسسه او اي منظومه في ادارتها. فتعال نثبت كده عامل الاداره بذمتك، في وجه مقارنه بين اداره نادي الزمالك واداره نادي الاهلي؟ في وجه مقارنه؟ مين اللي دخل الزمالك في قضايا؟ مين اللي حجز على فلوس الزمالك؟ رئيس نادي الزمالك السابق اشتكى رئيس نادي الزمالك الحالي فحجز على ارصده النادي، فالنادي دلوقتي مش عارف لا يدفع رواتب اللعيبه، ولا عارف يدفع رواتب الموظفين جوه النادي، ولا عارف يستقدم مدير فني اجنبي قوي، ولا عارف يعمل ليه بسبب رئيس نادي الزمالك السابق. طب الدوله دخلها ايه؟ طب النادي الاهلي دخله ايه؟ عرفت ان مشكلتك داخليه؟ عرفت ان اللي بيدخلك في المشاكل دي هم اولاد النادي، هم اللي كانوا ماسكين النادي؟ عرفت ان مشكلتك في انك لازم يكون عندك ولاء للنادي مش ولاء لاشخاص؟ ودي النقطه المهمه جدا 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 اللي بتنقص نادي الزمالك، ان يكون ولاءك للنادي وانتمائك للنادي وليس الاشخاص، لا لعيب ولا الموظف ولا المدرب ولا رئيس نادي. ولاءك يكون للكيان، انتمائك يكون لنادي الزمالك، ولاءك وانتمائك يكون لنادي الزمالك. زي ما النادي الاهلي فوق الجميع ومصلحه النادي الاهلي فوق الجميع، اللي هم فوق جميع الاهلاويه، لازم انت كمان تاسس لنفس الشعار ولنفس المبدا ان نادي الزمالك فوق الجميع. لكن للاسف ده ما بيحصلش. نادي الزمالك عمره ما كان فوق الجميع، المصلحه في نادي الزمالك هي اللي فوق الجميع. ده
حبيب ده فده مع ده لكن ضد ده. مش عايز اقول اسماء، مش عايز اشعبها، مش عايز اقول لك ان ده بيحب مرتضى منصور وده بيحب ممدوح عباس وده بيحب هاني العتال وده بيحب احمد سليمان، فده ضد ده وده ضد ده وده ضد ده وكل دول ضد بعضهم، وفي النهايه كل دول محسومين على الزمالك. مش دي حقيقه؟ مش ده واقع بنعيشه؟ ولا انا جايب حاجه من عندي؟ ولا انا بفتري على النادي؟ مش لما تحل مشاكلك الداخليه الاول ويبقى عندك استقرار داخلي تبدا تدور على حقك الخارجي؟ اذا كان انت داخليا مش عارف تحافظ على حقوق النادي، خارجيا هتقدر تحافظ عليها؟ خلونا مره نواجه مشكلتنا صح، خلونا مره نتكلم صح ونقول مشكلتنا فين وما نخافش. ما تخافش، هتخسر ايه؟ مش انت بتحب الزمالك؟ اتكلم، قول اللي ليك واللي عليك، لكن هتفضل ساكت وعامل نفسك مش شايف وتقول اصل النادي الاهلي نادي الدوله؟ خليك على كده، هيفضل النادي الاهلي ينجح وخليك يا عم شايفه ان هو نادي الدوله، وهتفضل انت فاشل للاسف. يا جدع ده فيوتشر اللي سنه تانية دوري ممتاز، كسب السنه اللي فاتت كاس الرابطه والسنه دي بيلعب كونفدراليه والسنه دي في المركز الثاني، شويه فلوس مع اداره عملوا نادي يقدر ينافس. بيراميدز وفيوتشر. مش هكلمك على انديه في الدوري الانجليزي ولا في الدوري الاسباني ولا في الدوري الايطالي، انا هكلمك على انديه جوه الدوري المصري. فيوتشر وبيراميدز مش دول ناديين عندهم شويه فلوس اتحول لنادي استثماري؟ شويه فلوس مع اداره قويه. بيراميدز الثالث، فيوتشر الثاني. صح؟ انت مش ناقصك لعيبه ولا ناقصك مدير فني، انت ناقصك اداره. الاداره شطاره. انت عايز اداره قويه، عايز اداره يكون عندها رؤيه، اداره يكون مصلحتها نادي الزمالك مش مصلحتها انا جبت 2 دوري و2 كاس و3 سوبر وانا اللي جبت اللعيب الفلاني وانا اللي جبت المدير الفني وان لما مشيت النادي خرب. لا، انت لما مشيت النادي خد الدوري عادي، اصل النادي خد الدوري باللعيبه اللي جبتها. بص برضه راح فين؟ عايز ينزل في الاول وفي الاخر النجاح لنفسه. طب اقول لك على حاجه، انا موافقك يا سيدي انك تحسب النجاح لنفسك، بس زي ما حسبت النجاح لنفسك من حقي انا كمان احسب الفشل ليك انت كمان، احاسبك على الفشل. فانت لو نجحت مره فانت فشلت 1000 مره. فللاسف احنا عندنا مصلحتي ثم مصلحتي ثم مصلحتي. عشان كده الزمالك واقع. عارف ان كلامي ممكن يضايق كتير جدا من الزملكاويه وانا شخصيا متضايق وانا بقوله، بس دي الحقيقه. دايما الحقيقه مره، خلينا متفقين ان دايما الحقيقه مره. انا والله العظيم زيك متضايق جدا 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 من اللي انا بقوله، بس زي ما قلت لك والله العظيم دي حقيقه. اهم لاعب عندك في الفرقه مين اللي خسروا لك السنه دي؟ من غير ما اقول اسماء انت عارفها. المدير الفني اللي الناس كلها بتجتمع عليه، الناس كلها بدات تشوف او بدات تبقى عارفه انه هيفشل بسبب اصرارك على وجود بعض الاشخاص الغير جديره بالثقه. يعني معلش انا اسف، انت عملت 10 صفقات، مين هيحاسب على الصفقات دي؟ مين اللي هيدفع الفاتوره؟ الزمالك، مش ابنك بقى الزمالك. طول ما انت مغمض عينيك ومش عايز تفتح عينك عن الاسباب الحقيقيه فهتفضل تاخد قرارات واجراءات ملهاش علاقه بنجاحك او بفشلك، بس هي ممكن تكون قرارات غلط فتوقع النادي اكتر ما هو واقع. وده اللي بيحصل. وفي النهايه اصل الزمالك مظلوم، واصل الزمالك اتحاد الكره ظلمه، واصل الزمالك الحكام ظلماه، واصل الزمالك النادي مش عارف ايه. اما النادي الاهلي فهو نادي الدوله، والنادي الاهلي هو اللي ناجح، والنادي الاهلي هو اللي معرفش ايه، والنادي الاهلي هو اللي معرفش ايه. في النهايه النادي الاهلي ناجح. هقول لك على مثال بسيط. النادي الاهلي واداره النادي الاهلي عندهم بعثه للسفر للمشاركه في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي بيتكلم او بيتحدث مع مارسيال كولر ومع الاداره الفنيه ومع اللعيبه انه فكره تحقيق البرونزيه فشل. انا مش عايز اروح اشارك عشان اكسب برونزيه، انا كسبتها قبل كده. انا عايز اروح العب فاينل، عايز اروح اشارك في النهائي. شايف الاداره بتوصل للعيبه وللمدير الفني ايه؟ انا عايز اروح العب نهائي كاس العالم للانديه اللي انا كزملكاوي ما شاركتش فيه ولا مره، او ما اعرفش يعني ايه كاس عالم للانديه. انا بقالي 20 سنه اصلا ما كسبتش افريقيا، بقالي سنتين بطلع من دور المجموعات، سنتين على التوالي بطلع من دور المجموعات. انت متخيل هو بيفكر في ايه وبيكلم لعيبته ومديره الفني على ايه، وانا بتكلم على ايه وبعمل ايه؟ هو بيتكلم على نهائي كاس عالم للانديه وانا بتكلم ان يا رب الحق مركز مؤهل لدوري الابطال او للكونفدراليه الموسم القادم. بذمتك مش دي اداره؟ بذمتك مش ده نجاح وده فشل؟ عرفت دلوقتي ليه النادي الاهلي ناجح ونادي الزمالك مش ناجح؟ عرفت ليه دلوقتي النادي الاهلي دايما
بيكسب بطوله والثانيه والثالثه والرابعه وبيكسب سنه واثنين وثلاثه واربعه، عكس نادي الزمالك اللي ما عندوش فرصه الاستمراريه لانه دايما عنده مشاكل داخليه وصراعات داخليه هي اللي بتدخل الزمالك وبتدخل النادي في صراعات وفي مشاكل وفي قضايا الزمالك في غنى عنها. في النهايه الزمالك هو اللي بيدفع ثمن كل ده، في النهايه الزمالك هو اللي بيتضرر، الاشخاص ما بتتضررش، النهايه الزمالك وجمهور الزمالك اللي بيحاسبوا على المشاريع. دي وجهه نظري ودي الحقيقه اللي انا عارف ان هي مره وعارف ان هي ممكن تزعل كتير جدا من الزملكاويه، بس هي دي الحقيقه. اهتم الاول بادارتك الداخليه، اهتم ان يبقى عندك ناس اهم حاجه عندها مصلحه نادي الزمالك، وبعدين تقول انت مظلوم ولا مش مظلوم. لكن طول ما انت من جواك عندك صراعات داخليه، طول ما ده بيشتكي ده لان ده ضد ده وده بيحب ده وده مش مع ده وده 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 كلهم متآمرين على نادي الزمالك ويطلعوا يقولوا اصل الاهلي نادي الدوله، فانت عمرك ما هتنجح. دي الخلاصه. الاهلي ناجح بادارته والزمالك مش ناجح، مش عايز اقول فاشل والله، بس مش ناجح برضه بادارته. دي وجهه نظري، اتمنى اسمع وجهه نظرك، اتمنى لو عندك وجهه نظر عكس اللي انا قلتها تقول لي وجهه نظرك ايه، اتمنى انك ما تشتمنيش لمجرد ان رايي عكس رايك، اتمنى انك تتقبل وجهه نظري وتناقشني فيها، اتمنى لو عندك وجهه نظر ثانيه قولها لي، ولك مني كل الحب والتقدير عزيزي المتابع. في النهايه انا زملكاوي وبقول كده علشان مصلحه نادي الزمالك، اقسم بالله لا حد دافع لي ولا انا ضد فلان ولا انا مع فلان، اقسم بالله انا عارف ان الفيديو ده ممكن يتشخص انه دي لجان او ده دافع لده، اقسم بالله انا بعمل كده حبي لنادي الزمالك، حبي لنادي الزمالك، اقسم بالله حبي لنادي الزمالك اللي خلاني اطلع اتكلم الكلمتين دول دلوقتي. في النهايه زي ما قلت لك دي وجهه نظري، ممكن تكون صح او ممكن تكون غلط، في النهايه هي وجهه نظري. اشوفكم على خير ان شاء الله، ولو وصلت لنا في الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتقول لي وجهه نظرك، اتمنى والله اسمع وجهه نظرك. بس كده والسلام عليكم.